تعرضنا في 2008 لحادثة كانت الفاصل في حياة ناس كتير، وكانت أكتر حاجة فاصل في حياتي. خدوني وودوني عند دكاترة نفسيين، يا عم شوف لنا البنت دي مالها، دي ما بتنطقش، دي ما بتصوتش، دي ما بتعيطش. أغلبية الناس حوالينا كانوا بيشجعونا إن احنا نبقى حوالين ميري ونسندها ونشددها. لا بعيط على فكرة، وبعيط كتير. أنا بقيت أرملة وبقيت يتيمة. عرفت وفهمت بعد فترة إنه من معجزات الله ليا عمل لي فترة الغيبوبة دي، نساني تماماً اللي حصل في الحادثة. عايزة أشجعكم إنه أي حد فينا لو مر بوقت صعب، بألم، بفقد، إنه الله دايماً جنبك، والله دايماً حاسس بيك. مش هتلاقي حد دايماً يكون جنبك ولا حاسس بيك ولا يطبطب عليك غير الله.